حياتك بتبوظ ووقتك بيضيع وانت فاكر انك بتعمل حاجه صح، فاكر انك بتستفيد وانك راجل صاحب هوايات وليك صحاب وعندك حياه وكوميونتي، فبتدمر مستقبلك وانت مش حاسس. السلام عليكم، انا دكتور مصطفى وائل، والنهارده هقول لك على هوايات بتعملها وانت فاكر انها مفيده وبتنفعك وهي في الواقع بتعمل العكس تماما. كمل الفيديو عشان تفهم انا بتكلم عن ايه. اول هوايه منتشره جدا في السن الصغير وهي متابعه الانمي او الكرتون الياباني. انا مش بعيب في اللي بيتفرج على انمي، انا بتفرج بس ببقى عارف انه وسيله للتسليه، مش حاجه هتفيدني او هتفرق في شخصيتي. الانمي مش هيعلمك الصداقه والشجاعه والقيم والاخلاق، الكلام ده ممكن لما كنت طفل صغير بتتفرج على سبيستون، لكن انت دلوقتي شاب كبير، شجاعه ايه اللي هتتعلمها من انك تقعد طول اليوم قدام الشاشه بتتفرج على مسلسل من غير ما تنزل تتعامل مع الناس؟ مشكله الانمي هو انه جذاب جدا وبيشد جدا وبيخليك عايز تتفرج عليه طول اليوم. صحيح ان الحلقه مدتها تلت ساعه، بس عمرك قبل كده اتفرجت على حلقه واحده؟ في مشكله تانية كبيره وهي جروبات محبي الانمي، رابطه عشاق اتاك اون تايتن وكارهي دراجون بول. انت واخد بالك انت بتعمل ايه؟ انت بتخلق لنفسك شخصيه وهميه، اصلا انا اوتاكو، بتعمل حياه اجتماعيه مش حقيقيه، بتغذي احساس المشاركه وان معاك ناس من مصدر وهمي. مفيش مانع يبقى فيه اهتمام مشترك بينك وبين صحابك زي ده، بس ما يبقاش الموضوع محوري في شخصيتك وعلاقاتك لدرجه ان الاقي ناس كتير بتبعت لي استفسارات وهي حاطه صوره ايرين او اسمه ايه التاني ده بتاع ديث نوت. مش واقعي، لا فوق لنفسك شويه. الانمي هو وسيله للتسليه لو بتتفرج عليه يوم في الاسبوع او ساعه في اليوم، لكن تعمل ماراثون وتتفرج على سيزون ورا سيزون وتبقى دي هوايتك الاساسيه، يبقى في مشكله ولازم تحلها. تاني هوايه هتفاجئك شويه وهي الخروج الكتير، وانا مش متناقض، انا عارف ان انا بقول لك كتير جدا انزل الشارع، اتعامل مع الناس، ما تقعدش في البيت كتير، حاول تعمل صحاب في الحياه الواقعيه، بس كلامي دلوقتي مش موجه للناس دي، مش موجه للشخص الانطوائي اللي بيضغط على نفسه عشان ينزل من البيت. انا كلامي موجه للناس اللي بتخرج كل يوم وبتقعد على القهوه بشكل شبه يومي. في قهاوي معينه ببقى عارف ان لو عديت من جنبها في الظهر هشوف فلان وفلان، ولو عديت بالليل هشوف علان وترتان. نفس الكلام متكرر بقاله شهور وسنين، نفس الناس قاعده في نفس الوقت في نفس المكان. هل دي الحياه الاجتماعيه المثاليه؟ انا مش عايزك تبقى متوحد او منطوي، بس في نفس الوقت مش عايزك تقعد كل يوم على القهوه 4 أو 5 ساعات بتلعب دومنه او طاوله. لا منك قعدت في البيت تشتغل او تذاكر، ولا منك عملت تجربه او خطه حاجه جديده، ولا حتى منك قعدت على نفس القهوه مع نفس الناس واتكلمتوا في حاجه تفيدكم او تعلي تفكيركم. قعده القهوه مش هتروح في حته، غيب سنه وارجع هتلاقي نفس الناس قاعدين في نفس الوقت وفي نفس المكان وغالبا على نفس الترابيزه. ولا مش عايزك تقطع معاهم، انا عايزك تحضر مره ومره لا، مرتين ومره لا. مش لازم تبقى من العلامات المميزه للقهوه او النادي او الشارع بتاع الخروجات في بلدك، وما تقلقش الناس مش هتفتقدك زي ما انت فاكر. تالت هوايه في ناس عارفه انها مضره وناس تانية موهومه ومخدوعه فيها بشكل غريب، وهي الالعاب او الجيمنج. والرد اللي فيه منكم بيكتبوا حالا في الكومنتات هو ده في ناس بتعمل ملايين من الالعاب واغنى مني ومنك. روح بص على فلان ويحط لك اسم يوتيوبر عنده ملايين المتابعين، بيودي باي او ابو فيلا او فادي عضلات، او ممكن يجيب لك حفل توزيع جوائز بطوله كول اوف ديوتي اللي المركز الاول فيها خد $1,000,000. اللي بيكتب الكلام ده بيفكرني بصاحبك في ثانوي اللي كان بيسيب الدروس ويقعد يلعب كوره، شويه في حجز وشويه في الشارع، ويقول لك اصلا انا عايز اطلع لعيب كوره، انا هقدم في الاهلي والزمالك. الكوره بالنسبه لي مش تسليه زيك، دي شغل، دي مصدر رزق، انا هبقى لعيب كبير. الكلام حلو، بس في مليون واحد في مصر عايز يلعب في النادي الاهلي، وفي الاخر الاهلي بياخد 22 لاعب بس، الباقيين كلهم يا مش بينضموا لاي نادي، يا بينضموا لنوادي في الدرجه الثانيه او الثالثه، يا بيدخلوا نوادي في الدوري الممتاز بس مرتباتها قليله جدا يا دوب تكفي مصاريف المواصلات والاكل. مش هيبقوا النجوم اللي في مخيلتك. ده بالظبط اللي هيحصل مع الناس اللي عايزه تبقى جيمرز عالميين ويكتسحوا بطولات العالم وشايفين ان ده مبرر انهم يقعدوا يلعبوا طول اليوم بدل المذاكره او الشغل. في ناس بتلعب طول اليوم من غير الافكار دي، ودول امرهم اهون بالنسبه لي، مع ان برضو الجيمنج وحش وحاجه لازم تبطلها، وممكن نستفيض في موضوع الجيمنج ده في فيديو تاني. لو مهتم بالموضوع ده اكتب لي تحت في الكومنتات، ولو عملت الفيديو هسيبه لك في صندوق الوصف. رابع هوايه ودي مش بقدر افهمها هي الفرجه على فيديوهات عجباك من غير ما تعمل لايك. انت كملت لحد دلوقتي في الفيديو فاعتقد انك مستفيد، اعمل لايك عشان تساعدني اعمل فيديوهات اكتر. خامس هوايه ودي منتشره جدا في كل الفئات العمريه وهي مشاهده الافلام او المسلسلات، وبرضه مش بتكلم عن الشخص اللي بيتفرج على الفيلم في الاسبوع او حلقه نص ساعه كل يوم، انا بتكلم عن مجتمع كامل من محبي السينما بيسموا نفسهم سينيفايل، زي ما بتاع الانمي اسمه اوتاكو بتاع الافلام اسمه سينيفايل. المشكله ان هذا الشخص السينيفيلي بيكلمك عن الافلام انها مش وسيله للتسليه، لا دي مصدر للفن والتذوق والثقافه والاحساس، وان الشخص اللي بيحب افلام تاركوفسكي ده شخص راقي ونخبوي، بس الشخص اللي بيحب افلام زاك شنايدر ده شخص سطحي وذوقه متدني. ونسيوا ان الافلام في الاول والاخر هي مجرد وسيله للتسليه، حاجه بتتفرج عليها وانت قاعد مع عيلتك او صحابك عشان تقضوا الوقت، تضحكوا شويه او تتعاطفوا شويه، تركزوا شويه وخلاص على كده. مش لازم تعرف اسماء كل المخرجين والممثلين وتفاصيل انتاج الفيلم، لو انت بتحب ده ماشي، بس تحطه في مكانه، تديله حجمه. مش كل يوم بتتفرج على
على فيلمين 3 عشان تملى اكونت الليتر بوكسد. مش عايز اضايقك بس محدش مهتم غير وقتك اللي بيضيع في حاجه انت فاكر ان ليها قيمه وهي في الحقيقه مجرد تسليه. الهوايه رقم 6، ودي انا بضر نفسي لما اقولها، هي تصفح السوشيال ميديا او الفرجه على فيديوهات على يوتيوب او تيك توك او انستجرام او اي مكان تاني بغرض التعلم او الاستفاده. مش بتكلم عن الفيديوهات التافهه او اللي غرضها ترفيهي، لا انا بتكلم عن المحتوى التعليمي. في ناس ممكن تستفيد من السوشيال ميديا وفي فعلا محتوى قيم ومفيد، بس هل انت بتستفيد من السوشيال ميديا؟ هل انت فعلا بتستفيد من المحتوى اللي بتشوفه؟ اصل لو انت بقالك ساعه قاعد على يوتيوب بتتفرج، ولو قلت لك عايز معلومه واحده بس قابله للتطبيق اتعلمتها النهارده وما قدرتش تجاوبني، يبقى انت كده مش قاعد تستفيد، انت قاعد تتسلى. والتسليه مش حرام، بس تبقى عارف انك بتتسلى، ما تضحكش على نفسك وتقول انا بتعلم او بعمل حاجه مفيده. اللي بيستفيد وبيتعلم ده بيمسك ورقه وقلم وبياخد ملاحظات وبيطبقها على ارض الواقع، مش قاعد بتفرج على فيديوهات عن تنظيم الوقت وانا اصلا مش بحاول انظم وقتي. انا صحيح عايزك تتفرج عليا بس مش عايزك تضيع حياتك بسببي. الهوايات اللي اتكلمت عنها النهارده مش العادات السلبيه التقليديه زي مشاهده الاباحيه او السكرولينج، انا بتكلم عن حاجات انت بتعملها وانت فاكر انك بتستفيد، فاكر انك بتستغل وقتك صح وانك بتعمل حاجه ليها قيمه، مع ان لو عملت زوم اوت وبصيت على نفسك هتقول ايه الهبل اللي انا كنت بعمله ده. ولو عايز تشوف فيديوهات اكتر عن الانتاجيه وتنظيم الوقت والمذاكره ممكن تشترك في القناه، بس بشرط تكون فعلا هتستفيد مش بتتفرج بغرض التسليه. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.